على إثر تلقي مصالحنا بلاغ عن وجود جثة لشخص بمنزله بمشتى هماجة بلدية بحير الشرقي. تم التنقل على الفور إلى عين المكان والاستعانة بخلية الشرطة التقنية والعلمية، وبعد المعاينات اتضح أن الأمر يتعلق بشخص من جنس ذكر متوفي بعد تعرضه لطلق نار على مستوى الظهر والوجه. بالتنسيق مع نيابة الجمهورية لدى محكمة المسكينة تم فتح تحقيق وتشكيل فريق تحقيق موسع من أجل تحديد ملابسات الجريمة وتوقيف مرتكبيها. بداية التحقيق كانت باستغلال الكشوفات الهاتفية للضحية والمقربين منه لتتوجه الشكوك نحو صديقه الذي كان في اتصال مستمر معه قبل ساعات من حدوث الجريمة. وبتنشيط عنصر الاستعلامات تبين أن الشخص المشكوك فيه يملك سلاح غير مرخص، وقد غادر منزله إلى وجهة مجهولة لتنطلق عملية البحث عنه وبإلقاء القبض عليه. بعد ترصد تحركاته المشكوك فيه أنكر في البداية ضلوعه في هذه الجريمة، إلا أنه بعد مواجهته بالأدلة اعترف بقتل صديقه بدافع سوء تفاهم وقع بينهما أثناء مبيته عنده مستعملا سلاح غير مرخص، والقيام بحرق الهاتف النقال الخاص بالضحية والحذاء الذي كان يرتديه أثناء القيام بالجريمة، وإخفاء السلاح في إحدى الغابات بالمنطقة، ورمي الأظرفة الفارغة بعيدا عن مكان وقوع الجريمة لتضليل المحققين والإفلات من العدالة. كما أكد في اعترافه أنه قام بالجريمة بمساعدة زوجة الضحية ولديها مشاكل عائلية مع الضحية. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة.